اكبر واكتر كذبه بتقولها الستات اليومين دول، وهي جمله انا مش لاقيه راجل كويس ارتبط بيه. والبنت اللي بتقول كده لما بيجي لها راجل كويس مش بيقبل انها تتاخر بالليل، مش بيقبل انها ما تسمعش كلامه، بيبقى عايزها تكون مطيعه ليه وتريحه وتعمل كل حاجه بتبسطه وتبعد عن كل حاجه بتضايقه، مش بيقبل انها تعلي صوتها عليه، مش بيقبل حاجات كتيره جدا. ساعتها نفس الراجل الكويس ده بيتصنف ايه بالنسبه لها؟ بيتصنف ان هو توكسيك، ان هو ممل، ان هو رجعي، ان هو متخلف، ان انا مش مبسوطه بالحياه معاه، ان هو مش محسسني ان الحياه مشاركه، ان انا وهو مش واحد. ما طبيعي انت وهو مش واحد. امال انت ليه من الاول بتقولي انا مش لاقي راجل كويس ارتبط بيه؟ هو انت فاكره الراجل الكويس اللي انت عايزاه هيكون راجل بيعمل او ماشي على هواكي انت بالطريقه اللي بتريحك؟ الراجل اللي ماشي على هواكي بالطريقه اللي بتريحك ده ما اسموش راجل، ده اسمه ذكر بس. هو بعيد تماما عن الرجوله، هو مش فاهم يعني ايه راجل. او انت بتدوري على واحد يكون مناسب ليكي، او عايزه يكون واحد سوري في اللفظ دلدول ليكي يعمل معاكي او يعمل لك اللي انت عايزاه كله. فانت من الاول قبل ما تيجي تقولي انا مش لاقيه راجل كويس ارتبط بيه، لازم تسالي نفسك السؤال ده: هو انا قد مسؤوليه ان انا اكون مع راجل كويس؟ لان الراجل الكويس ده ما بيجيش بطوله كده. هو الراجل الكويس ما بيجيش كده وما بيكونش عايز حاجه، بالعكس. الراجل الكويس هو فاهم كويس جدا انا ايه حقوقي، وفاهم كويس جدا انا ايه واجباتي. فانت قبل ما تقولي الموضوع ده اقعدي مع نفسك، افهمي كويس هو ايه الراجل الكويس اساسا. والراجل الكويس ده لما هيجي ويطلب مني الطلبات دي كلها، هل انا كبنت هقدر اعمل له كده ولا انا مش هكون قد المسؤوليه؟ عشان ايه اللي بيحصل؟ المشكله في الاخر، المشكله اللي بيحصل ان كل البنات او اغلب البنات اللي بتقول كده بيكون في حياتها في راجل كويس، وراجل كويس جدا كمان، لكن هي مش قادره تتحمل العيشه معاه، لان هي اتربت وعاشت على الفوضى. يعني ايه على الفوضى؟ يعني هي متعوده تعمل اللي هي عايزاه في الوقت اللي هي عايزاه بالطريقه اللي هي عايزاه، شايفه ان انا وانت زي بعض، وان مفيش اي فرق بيننا في اي حاجه، وان المفروض كل قراراتك لازم ترجع لي، ولو انا ما وافقتش على حاجه عادي جدا الموضوع ما يتعملش، وبالعكس اللي انا عايزاه هو اللي لازم يحصل في الاخر. فدي اسمها عيشه الفوضى. والستات اللي اتربت على عيشه الفوضى مستحيل تقدر تعيش مع راجل كويس، مستحيل، لان الراجل كويس مش هيقبل الموضوع ده، مش هيقبل بحياه الفوضى اللي هي عايشه فيها. فعشان كده الله يرضى عليكي، انت الاول لازم تقعدي مع نفسك، اسالي نفسك هو انا واحده كويسه ولا لا؟ هو انا واحده كويسه بجد ولا لا؟ وعشان تجاوبي على السؤال ده انت محتاجه يكون عندك ليكي مرجع كويس. يعني ما ينفعش تبقى المرجع بتاعك الفكر النسوي والفكر المتخلف والحاجات اللي بعيده عن الدين وعن اخلاقيات المجتمع وعن كل الحاجات دي، وتيجي تقولي انا عندي ناس كتير بيأيدوا فكري. على فكره في ناس كتير بيأيدوا كل الافكار في كل حاجه، ايا كان الفكر ده سليم ولا غير سليم. فانت قبل ما تسالي الموضوع ده لازم الاول تحط ليكي مرجع كويس. وانا بالنسبه لي بقولها لك صراحه، لو حاجه اتكلم فيها الدين، يعني ربنا والرسول عليه الصلاه والسلام اتكلم فيها، فده اقوى مرجع ليكي. فانت شوفي اولا الرسول وربنا قالوا ايه ان الزوجه المفروض ازاي تتعامل مع الزوج، وايه المطلوب منك اللي انت تعمليه مع الراجل. ساعتها انت بقى هنا قيمي نفسك، شوفي بقى كده، حطي ده كستاندرد، حطي ده كريفرنس ليكي كمرجع ليكي، وشوفي انت فين من ده. لقيتي نفسك ان انت قريبه وانت بجد حد كويس، ولقيتي نفسك ان انت عندك حاجات بسيطه قوي محتاجه تشتغل عليها، لان مفيش حد كامل، مفيش حد فينا كامل، كلنا مليانين عيوب، لكن فهمت المرجع بتاعك صح وحاولت تشتغلي وتقربي عليها صح، ساعتها يجي بقى، ساعتها يعني تعالي قولي ان انا عايز راجل كويس. ساعتها لما هيجي لك راجل كويس هتعرفي فعليا تتصرفي معاه، لانك انت بتتصرفي على مرجعيه سليمه. لكن ما تجيش تقولي الكلمه دي وانت عايشه حياتك غلط، وانت كل حياتك فوضى في فوضى، وانت شايفه ان زيك زي الراجل، وانك انت شايفه ان ما فيش داعي ان انا اسمع كلامه في كل حاجه، وان الحياه مشاركه، والكلام المتخلف اللي من غير ما اخش في تفاصيل هو ليه متخلف. لان من الاخر كده الموضوع ده لو اتكلمت عليه هياخد حلقه كامله. فالله يرضى عليكم، نصيحه لكل واحده، عشان ما يجيلكيش في الاخر الراجل الكويس ده وبعد كده يشوف حياه الفوضى بتاعتك، ولما يشوف حياه الفوضى بتاعتك هو مش هيقدر يتحمل العيشه دي، هيستحملك مره التانيه التالته، بعد كده هو هيقرر يمشي، هو نفسه هيقرر يسيبك، ان هو مش هيقدر يتحمل الموضوع ده. الراجل الكويس بيبقى عايز معاه واحده كويسه، انا فاهم قيمتي وفاهم ان انا راجل كويس، يا تيجي في حياتي واحده كويسه يا ما تجيش في حياتي خالص، يا اما مش عايز خالص. حتى لو جت واحده اسيبها، التانيه اسيبها، لو جه 20 واحده واضطريت اسيبهم واعيش مع نفسي احسن، مع اني اعيش مع ست حياتها فوضى. ده الراجل الكويس على فكره. فعشان ما تضيعيش من ايدك فرصه راجل كويس، والراجل كويس ما بيتعوضش، خصوصا لو كان بيحبك بجد، فالله يرضى عليكي. النصيحه اللي بقولها لك المره الاخيره، راجعي نفسك الاول، حطي مرجعيه سليمه قبل ما تقولي الكلمه دي، وساعتها بقى لما يجي راجل كويس ساعتها انت نفسك هتعرفي تتعاملي معاه، وساعتها انت هتكتشفي ان في رجاله كتير جدا كويسين، بس انت اللي كنتي نظرتك للحياه كلها غلط. بس كده، السلام عليكم.